صباح الفل، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن. فيديو النهارده ان شاء الله تكمله الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن نظريه الالوان ودردشنا اكتر عن عجلات الالوان المختلفه. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن خواص الالوان، فلو متفرجتوش على الفيديو اللي فات روحوا اتفرجوا عليه الاول على اساس نبقى ماشيين بالترتيب. ومن غير كلام اكتر من كده يلا بينا نبتدي. احنا عندنا 3 خواص للالوان. اول خاصيه هي الهيو او اللون او اصل اللون. وده معناه ايه؟ اصل اللون هو الصفه او السمه اللونيه اللي بتميز اللون ده، وبنقدر بيها نفرق بينه وما بين اي لون تاني، وبنطلق عليه اسم. يعني مثلا لون زي اللون الاحمر. اللون الاحمر دوت احنا خلاص حافظينه وعارفينه وقادرين نفرق ما بينه وما بين اي لون تاني. يعني احنا لو كان عندنا عمى الوان، بس يعني لو احنا حطينا اللون الاحمر قدامنا وحطينا اصفر برتقالي ايا كان، هنبقى خلاص احنا عارفين نشاور على اللون الاحمر ده ونقول عليه احمر، وادانا له المصطلح او المسمى بتاعه اللي هو كلمه الاحمر. وعايزه اقول لكم حاجه انترستنج جدا على الموضوع ده. كنت لسه بتفرج على فيديو كان بيتكلم عن كتاب اسمه ذا بيزك كولر لاتنين اسمهم استنى اشوف بول كي وبرنت بيرلين. عملوا ايه دول بقى؟ عملوا كتاب بيتكلم عن مسميات الالوان، وان في حاجه غريبه جدا احنا مش واخدين بالنا منها، ان الالوان اللي عندنا او الالوان المعروفه الاساسيه اللي احنا مسمينها عندنا مش هي الالوان اللي موجوده حوالين العالم. يعني احنا عندنا معروف مثلا 11 لون بمسمياتهم، اي حد ماشي في الشارع كده لو وقفته وسالته عليهم هيقول لك ده ايه. يعني احنا لو جينا كده مشينا وورينا اللون البني لعيل صغير بص عليه ويقول عليه بني، ورينا له اصفر هيقول اصفر. بس مثلا في اماكن تانية ما عندهمش الالوان دي كلها، ومقتصرين الالوان بتاعتهم على 3 الوان بس، هما الاسود والابيض والاحمر، لان اللغه بتاعتهم ما ادتش مسميات لاكتر من ال3 الوان دول. زي البومن لانجويج دي موجوده عند كاليفورنيا، ولغه الووب فهم عندهم كل رينج الالوان دي تحت مسمى الاحمر، والالوان دي تحت مسمى الاسود او الدارك، ورينج الالوان الفاتحه تحت مسمى الابيض او اللايت. في لغات تانية زي اليل لانجويج ودول بيستخدموها في نيو جينيا. عندهم برضو 3 مسميات رئيسية اللي هما الأحمر والأسود والأبيض، بس بيسموا الألوان التانية بمسميات على حاجات على الطبيعة زي عندنا شوية. يعني احنا برضو بنقول ايه؟ بنقول زيتي، فستقي، سماوي، زيتوني، عارفين. وفي بقى في الفلبين لغة الهانونو هانونو يعني حاجة كده. اللطيف فيها ان هما بيستخدموا مصطلحات. يعني احنا عندنا مثلا غامق وفاتح للالوان، يعني ممكن نقول مثلا ده ازرق فاتح، صح؟ هما عندهم لايت ودارك اللي هو الفاتح والغامق، وعندهم بقى الاروش على الاطلاق دراي وفريش. يعني هما بيوصفوا اللون بالدراينس والفريشنس بتاعته، اللي هو ده اخضر طازج. ودي حاجه عسل قوي الصراحه. انا هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن، روحوا اتفرجوا عليه. تعالوا نتكلم على تاني خاصيه. احنا كده خلصنا الهيو، هندخل على الفاليو او القيمه. ايه بقى قيمه او فاليو اللون؟ القيمة بكل بساطة هي درجة غمقان أو فتحان اللون. ومع إن الموضوع تحسوه بسيط قوي، بس عايزة أقول لكم إن قيمة اللون دي من أهم الحاجات اللي إحنا لازم نبقى ظابطينها وإحنا بنكون الألوان، أو إحنا ظابطينها عامة في لوحاتنا. يعني قيمة اللون أو درجة فتحانه أو غمقانه دي مهمة أكتر من إن إحنا نظبط اللون نفسه. يعني إحنا ممكن نعك في الألوان زي ما نعك، والبشرة نخليها صفرة خضرة زرقاء، بس لو ظبطنا القيمة هتطلع عندنا لوحة بتميك سنس، ان هي دي اللي بتظبط عندنا دبس اللوحة او عمق اللوحة. طيب بصوا، انا عايزة اوضح الموضوع ده اكتر لان هو مهم قوي. انا جبت صورة لكمثرى، حاجة في منتهى البساطة بس الظل والنور فيها واضح، وهرسمها بطريقتين. الطريقة الاولانية انا مش هركز فيها قوي على القيمة وعلى الظلال وعلى الفتحين، اماكن الفتحه اماكن الغامقه وهكذا. واللوحه الثانيه هركز فيها على القيمه، ونبتدي نشوف بقى ايه الاختلاف اللي هيحصل. هل القيمه مهمه كده؟ هل مراعاتها هتدينا نتيجه احسن ولا مش فارقه كتير؟ فيعني يلا بينا نبتدي.
اللون اللي انا حضرت بيه هو بيرد امبر بالمناسبه. يعني هنا انا بدات بان انا احط الظلال عشان حتى مع ان ده اندر بينتنج، يعني مش لسه ما دخلتش بالالوان، بس عشان انا كسارة او انا وانا برسم ابقى فاهمه خلاص الحته ديت واخده الظلال بتاعتي. ممكن يبقى ايه الجزء اللي في المنتصف الميد تونز وهنا الاضاءه، بس انا ما عملتش اي ظلال من جوه توضيحيه. وتعالوا ندخل على الالوان. كده انا حضرت اول حاجه الجزء ده هنا هو اغمق غامق عندي، وده اللي انا هبتدي بيه. بعد اغمق غامق هبتدي احط الفواتح. ده المنطقه الفاتحه عندي بس مش الهايلايت. الهايلايت موجوده هنا وهنا وجزء صغير قوي هنا، وده هنعمله في الاخر. شايفين انا ببلوك اللون، يعني بلوك من الغامق بلوك من الفاتح، والتفاصيل الصغيره بتاعت هنا الميد تون وهنا مش عارفه ايه طالع عامل ازاي، وهنا في تنقيطه كده مالناش دعوه بيها دلوقتي. دلوقتي ممكن ادخل بقى على الشيد اللي تعتبر في الوسط. تعالوا نعمل شويه الخلفيه لان الحته دي اتليست قوي فيعني وهي مش كده للدرجه دي يعني. كده احنا خلصنا اللوحة اللي نسبيا بنحاول نظبط فيها القيم. فرق القيمة واضح ما بين اغمق غامق عندنا وافتح فاتح. لو احنا ما ظبطناش بقى نروح الناحية التانية وما ظبطناش القيمة دي وفرق القيمة، ايه اللي هيحصل؟ يعني احنا هنتغاضى تماما عن القيم الغامقة وهناخد التونات المتوسطة هنا وهنخليها هي الظلال هناك. احنا مش هنعملها سطحية للغاية بقى، يعني لو احنا عاملين الكمثرى كلها لون واحد، لا احنا هنعمل فيها ظلال بس هنخلي الظلال قيمتها او درجة غمقانها مش غامقة قوي عن الفاتح. فتعالوا بقى نجرب. هناخد بقى اللي احنا اوريدي استخدمناه هنا في المنتصف وهو اللي هنبتدي بيه الظلال. تعالوا نتون داون شوية اللون الفاقع ده، نخليه ايه اهدى شوية عشان هو فاقع قوي. فتحه اكتر عشان والله يعني هو نسبيا بيحاول يعمل اللي عليه وبيبقى غامق، بس لا احنا مش عايزينه يبقى غامق، احنا عايزينه يبقى ايه فاتح ومزعج اول حاجه لازم ناخد بالنا منها وده الاساس التمرين ده عليه هو فرق القيمه. ده زي ما انا كنت بقول لكم
ده واخد عمق اكتر، مفهوم اكتر. لما انا ببص على اللوحة مصدر الضوء جاي منين، احساس الاضاءة الفاتحة الموجودة على الكمثرى، ولفة الاضاءة للمنطقة الاغمق اللي مش بتواجه النور، ورمية الظل، والهايلايتس الموجودة. كل ده ببص على اللوحة خلاص فاهماه وواضح ليا للغاية. هنا طبعا اختلاف القيمة مش موجود قوي، الدرجات شبه بعض جدا. احساس الكمثرى، لفة الكمثرى دي ما مش واضحة عندي هنا اكتر، شكلها سطحي، مفيش عمق حتى في الظلال وفي الباك جراوند، كل حاجة شكلها فلات جدا. وعايزة اقول حاجة مهمة جدا في الموضوع ده، يعني استنوا الف لكم الكاميرا. طيب اللي انا عايزة اقوله ان اللوحة ديت الكمثرى فيها شكلها مجسم اكتر، شكلها فيه عمق اكتر ورياليستيك اكتر، والقيم فيها مظبوطه صح، بس ده ما يخليهاش احسن من اللوحه دي. ده من وجهه نظري، لا ده ليها ستايل بتاعها، وده ليها يعني انا حاولت اخلق ليها ستايل اخر. بدات اسيب الفراغات البيضاء، احط الالوان من اللبني مثلا في الكمثرى، والاخضر الكمثرى في الباك جراوند، وهكذا، فيبقى ليها روح مختلفه. وعايزه اقول لكم ان المهم هنا ان انتوا تعرفوا ايه الفرق ما بينهم، وازاي ده اتكون وازاي ده اتكون، وبعد كده تختاروا براحتكم انتوا عايزين تعملوا ايه. هو ده الجميل في الفن على فكره، ان مفيش حاجه احسن من حاجه، مفيش ستايل احسن من ستايل. ده شغل رياليزم اكتر، واقعي اكتر، ده شغل مدي على انطباعي اكتر، بس عادي. المهم ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا مبسوطين بيها واللي شبهنا، وبس كده يعني. تعالوا بقى نكمل بقى الفيديو. اللي بعد الهيو والفاليو، عندنا حاجه اسمها الكروما. والكروما ديت هي الساتوريشن او التشبع او شدة اللون. كل ديت مصطلحات لنفس الحاجة، والكروما هي مقياس. نقطة بداية المقياس هي اللون الأساسي أو الهيو الأساسي بتاعنا بكامل تشبعه. يعني احنا لسه ما أضفناش عليه حاجة من 3 حاجات اللي بتأثر على الهيو بتاعته. ايه الحاجات اللي بتأثر على الهيو بتاعت الألوان؟ أول حاجة الأبيض، تاني حاجة الأسود، وتالت حاجة الرمادي أو الجراي. طيب عشان نفهم الموضوع ده أكتر ونستوعبه أكتر، لازم نتكلم عن حاجة اسمها مانسيل كولر سيستم. المانسيل كولر سيستم ليه 3 محاور رئيسية. أول محور وهو الرأسي، وده محور الفاليوز أو القيم، بيتوسطه القيم الرمادي بداية من الصفر وهو اللون الأسود لغاية ما نوصل للدرجة 10 وهي الأبيض، وما بين الصفر والعشرة في 9 درجات من اللون الرمادي. المحور التاني وهو الهيوز أو اللون الأساسي البيور بتاعنا، اللي لسه مضافش عليه الأبيض أو الأسود أو الرمادي، وهم موجودين في الدائرة الخارجية. والمحور الثالث هو الكروما، والكروما هي ناتج خلط المحور الأول مع التاني، يعني خلط الهيو مع قيم المختلفة للرمادي. فمثلا لو أضفنا اللون الأزرق البنفسجي، يعني اللي هو خليط من الأزرق والبنفسجي، لو جبنا اللون ده وبدأنا نضيف له شوية بشوية اللون الرمادي نمرة 5، هيدينا الرينج ده من الألوان، والرينج ده بقى هو الكروما. ومع كل قيم الرمادي المختلفة بتدينا عدد الكبير ده من التونات. طيب احنا كده اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اتكلمنا عن خواص الالوان اللي هما الهيو او اللون او اصل اللون، والقيمه اللي هي الفاليو، والكروما او التشبع او الساتوريشن. 3 نقاط اساسيه نحطهم في دماغنا. طيب ماشي، شكرا على المعلومه. يعني اكون الالوان انا بقى ازاي؟ يعني احنا ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشتغل بقى ايه عملي. هيبقى عندنا كده شويه بالمعلومات اللي احنا خلاص خدناها النهارده، يبقى عندنا شويه اسئله. شويه الاسئله ديت دايما بنطرحها على نفسنا واحنا بنكون الالوان، وعن طريقهم هنقدر نكون اي لون احنا عايزينه. هنقعد بنتمرن بقى على كام لون لغايه ما ايه يعني نفهم الموضوع اكتر بطريقه عمليه. وهنزل الفيديو ده ان شاء الله بعد ده على طول، واتمنى يعني تكونوا استفدتوا بحاجه ان شاء الله في الفيديو ده او استمتعتوا بيه، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.